السلام عليكم، مرحبا بكم في صباحكم انسان. ان شاء الله كامل تكون بخير وصحتكم لاباس. اليوم راح نديرو هاد الحلوه بريستيج بزاف بنينه بكريمه المرجان تاع البندق. ضربه هاد الحلوه اذا ما جربتوهاش راح تعليكم. اول حاجه راح نبدا بها، نجيب اي كريم تختيني. انا هنا استعملت كريمه المرجان اللي دارت حاله، اي عندي بزاف من اللي شريتها وقلت ايك مدام العيد خليني نشارك بكم هاد الحلوه بزاف بنينه. اول حاجه نجيب الكريمه المرجان بذوق البندق، نديرهم في هادو ليمون اللي راكم تشوفيهم صغار، نعمر كامل ليمون تاوي حسب الكميه نتوما واش راح ديروا بهذا الشكل. تقدروا تستعملوا بوش ولا بزوج مغارف هكا ونحطوهم يتجمدوا ساعه زوج سوايع على حسب المجمد تاعكم. انا خليتهم ليله كامله. هنا نروح نحضروا الكرامبل تاعنا اللي فيه 50 غرام زبده، 50 غرام تاع اللوز ولا تستعملوا نوازيت، 50 غرام سكر ناعم و50 غرام فرينه. كاين ما يديروش سكر ناعم باسكو تجينا بكل حاجه حلوه، هو ما يستحقش انه ديروا سكر ناعم. انا حندير هنا سكر ناعم باش يجيني معلق، وحندير 50 غرام تاع اللوز ومع 50 غرام تاع الفرينه. نلمت كلش مع بعض بهذا الشكل. نزيد هنا اللوز ونزيد 50 غرام تاع الفرينه. المقادير راح تلقاهم مكتوبين في الصندوق الوصف او تحت في التعليقات. حبوباتي هنايا بعد ما لميتهم، شوفوا العجينه تاعنا كيفاش تولي لمها غير بالزبده، ما ديروني بيض ني والو. نجيب السنيوه تاعنا اللي تدخل الفرن وهكا نحلها فقط بيدينا ولا بحلال هذا الكرامبل تاعنا، وندخله يطيب من تحت ومن الفوق. هاوليك بعد ما طابلي وعطاني تحميره شابه ويجيكم معلك بهذا الشكل، راح نروحوا نرحيوه. نجيبوا لاشوار تاعنا ونحطوه نرحيوه. اني نشرح لكم بالتفصيل هادو ما سورتو اللي يخدموا لي كوموند، راح نوزن معكم كل حاجه وراح نولي نحطوا معكم في الفيديوهات كل حاجه بالتفصيل وبالتدقيق. من داك انا نحط لكم فيديو نختصر الخطوات، نقول انتو زعما على بالكم. مين عرفت انه كاين ناس ماهيش موالفه تخدم بالحلوى، تما نحط لكم كل حاجه بالتفصيل. راح نوزن معكم تعطيني تقريبا 100 تقريبا هالك 146 غرام. 4 غرامات الاخرين ما بالش وين راح، باسكو انا حطيت 50 غرام من كل وحده. كما راكم تشوفوا وزدت لي 146. انا هنايا هذيك 146 غرام تاع الكرامبل راح ندير فيها 300 غرام شيكولا ذوبتها مع تقريبا 4 مغارف كبار تاع الشوكولا التختيني. عفوا تاع هذه كريمه المرجان بذوق البندق. تقدروا تستعملوا شيكولا بيضاء، انا هنايا لا حبيت ندير شوكولا بحليب، شيكولا تاع الحليب كما راكم تشوفوا. ونضيف هذاك الكرامبل اللي رحيناه، نضيف عليهم 2 مغارف كبار تاع زيت فقط باش نجريو الحاله. هذا مكان انا هنا دي الكميه تقطع لكم ل20 حبه، تقطع لكم ال20 حبه، ولكن انا هنايا درت فقط 12 حبه. المول تاعي درت غير مول واحد، شارك معكم الوصفه ولانه تجي حلوه بزاف هاد الحلوه ما نكثروش فيها في الطباسه. استعملت هاد المول، تقدروا تستعملوا داك المول المدور، انا استعملت هاد المربع. ودائما تقدروا تستعينوا بالبوش، راح يسهلكم العمليه تاع التعمير. انا هنا نعمر بزوج مغارف كما راكم تشوفون. ندير الطبقه الاولى، واذا عندكم اي استفسار ولا اي سؤال خلوه لي تحت في التعليقات راح نجاوب عليكم. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتدعموني بجام واشتراك، راني نحط لكم بزاف فيديوهات ولكن تفاعل ناقص. هنا بعد ما عمرت الطبقة الاولى راح نجيب هادوك الكريمة البندق. بعد ما جمدت نبدا نحي ونحط بالوحده. هنا كنت حندير زوج ولكن كي درتهم زوج خرجت لي بزاف، دونك عاودت نحيتها ودرت واحده برك. جيت نتفلسف زعما ايا قلت بعد جاتني طالعه بزاف ايا عاودت نحيتهم. هنا دوك نحيها قدامكم
يعني شوف جتني طالعة، عاودت نحيتهم ودرت وحدة تكفيني. حتى كي درت وحدة وانا الليمون هادو ما نعمرهمش الفوق باش ما تجينيش كبيرة بزاف الحبة وما تجيكمش تقهم. راهي طاف هاد الخد الحلوة بزاف بنينة. نعرف نخدمها بالبيستاش، اي اليوم قلت خليني نجربها باللوز. هاكم خليط بين النوازات واللوز، تقدروا تستعملوا في بلاصه اللوز تقدروا تستعملوا النوازات، تبقى لكم اختياريه. في بلاصه ما ديروا 50 غرام جوز نديروا 50 غرام لوز، نديروا 50 غرام بندق او نوازات. نزيد نكمل طبقه ثانيه بهذا الشكل. الوصفة الجاية راح تكون الثومية، راح نديرها لكم بهذه الكلمات كيف تاع المرجان، وراح تكون محشية الداخل. وحندير لكم بزوج نوعين، الثومية التقليدية، وحندير لكم الكفتة بريستيج تاع حد اللي خرجت جديدة. ما تنساوش راح تكون الفيديو بعد غدوة ان شاء الله. كما راكم تشوفوا كملت عمرتهم كامل. بعد ما كملت عمرتهم نعطيهم هكا ضربة خفيفة باش يجوني السطح تاعهم يكون متساوي، ونحطهم يبردوا نص ساعة ربع ساعة. انا هنايا عندي الفايتين، حق 20 الفايتين، تقدروا تستعملوها تاع الديول. تحبوا ندير لكم في فيديو الفايتين تاع الديول. وشفتوا هذيك الشيكولا اللي خلطتها راح نخلط بها ديريكتومون الفايتين. الخليط يدير لها مقبله تاع الكرامبل والشيكولا هذيك اللي دوبناها مع كريمه المرجان، راح نخلط بها هذه الكميه تاع الشوكولا عفوا تاع الفايتين. انا استعملت ديول عادي وحمصتهم واستعملت بهم فايتين يحطكم قرمشه كيما الفايتين. كما تشوفوا بلا عندنا الخليط متجانس. نجيب مول تاع كاري، وعندي المغرف هذيك تاع القهوه عوجتها ان شاء الله برك ما تشوفوش مهما الفيديو. نبدا نملس بها بهذا الشكل، راح تعاونكم بزاف في المول تاعكم الخدمه تاعها كي تقلبوها بهذا الشكل. ونخدم المربعات تاعي بهذا الشكل. تقدروا ديروا طبقة تاع صابلي، ولكن سيوها بالفايتين البنة خرافية صراحة. كما راكم تشوفوا ونكمل كامل الحبة تاوي. انا 20 الف فايتين قطعت لي 12 حبة، جاتني سوا مع المول. هذه الكمية قلت لكم تقطع لكم الخليط اللي درناه يقطع لكم 20 حبة، ولكن انا استعملته هنايا ما درتش الصابلي، استعملته مع الخليط مع الفايتين معناتها درت غير 12 حبة فقط. معناتها هذه الحبة كبيرة ما شاء الله تعمر لكم سنيوة، تعمر لكم الطبسي، فهمتوا؟ تسمى ما تكثروش منها بزاف. نبدا نحي المول تاعنا كما تشوفوا دائما نحي المول بالاطراف تاع الموس، بعدها باش نخرجها ندير شوكولا ونلصق الحبة تاعنا بهذا الشكل. نزيد نجيب المول تاعنا نحي الاطراف بهذا الشكل بالموس، نعاون روحنا بالموس، بعدها تخرج لنا فاسيلمون بكل سهوله. زين ندير هكا شويه تاع شوكولا ونلصق الحبه تاعنا. وكان هذا هو الشكل. بالنسبه للتزيين انا هنا عندي لوز قطعته على نص، وكنت درته في الجلوكوز مع هكا ديروا في الحسيله ولا في الجلوكوز تبقى لكم حاجه اختياريه. درته في الجلوكوز باش يعطينا هذيك اللمعه، ولصقوا هكا نواسي هكا في الشوكولا ونلصقوا بهذا الشكل. والتزيين تبقى لكم اختياري، ماشي لازم ديروا اللوز، حتى تقدروا بهذاك الكرانشي تشبحوه من الفوق، ديروا كميه مضاعفه، ديروا الكرانشي من الفوق، وندير هكا شويه تاع ورق الذهبي. وكانت الوصفه راهي سهله، تمتم ديروها في نص ساعه تكون عندكم كل حاجه راهي واجده. 45 دقيقه توجدوها. هنا نجيب في الكيسات نديرهم، جاوني شويه الكيسات كبار بهذا الشكل.
كانت الحلوة تاعنا راهي وجدة تاعي اليوم، حلوة بريستيج بذوق اللوز والنوازيت. ان شاء الله عجبتكم، وراح نقسم لكم حبه لداخل. وكنت دايما في فيديو تاعي ما نقسم لكمش الحبه، ما فهمتش علاش. اي اليوم قررت قلت نقسم لكم الحبه وشوفوا لي هذيك البنه.